انت مش مدلل، انت في وضع طوارئ. خليني احكي لك على مشهد. شاب عنده 22 سنة صاحي الصبح لسه يدوبك عينه نص مفتوحة، اول حركة يمسك الموبايل، وهنا تبتدي المعركة. خبر عن حرب، بوست عن حد اشترى شقة، ستوري الواحد مسافر، وتويت يقولك لو مش ناجح دلوقتي تبقى متأخر. هو لسه مفطرش بس مخه دخل سباق، وبعدها يلبس ويخرج. بس وهو ماشي حاسس بحاجة غريبة، حاسس انه متراقب، مش متراقب بكاميرا، حاسس ان الدنيا كلها بتسجله. لازم تبقى جامد، لازم تبقى مختلف، لازم تبقى ناجح، لازم ما تغلطش. وده مش دلع على فكرة، ده اسمه anxiety overload. مخك محمل فوق طاقته. انتوا مش اول جيل يتعب، بس انتوا اول جيل ما يعرفش يفصل. زمان الأزمة كانت بتيجي وتمشي، دلوقتي الأزمة ساكنة معاك في جيبك، إشعارات، أخبار، مقارنات في 24 ساعة. فبيحصل إيه؟ المخ يبدأ يعيش بكرة قبل ما بكرة يجي، يقلق من الشغل قبل المقابلة، يخاف من الفشل قبل ما يبدأ، يحس بالرفض قبل ما يتكلم. وده اسمه anticipatory anxiety. وبعدين تيجي اللحظة القاسية، لما يتعب، لما يقول أنا مش قادر، يتقال له انت حساس زيادة، كأن الإحساس عيب. بس الحقيقة انت مش حساس زيادة، انت النيرفس سيستم بتاعك عاش سنين في وضع طوارئ. وهنا اسمعني، لو ده اللي بيحصل فعلا يبقى الحل مش انك تستحمل اكتر، الحل انك تطفي الانذار. طب ازاي؟ تعالوا مع بعض نشوف 3 حاجات لو عملتهم بجد هتحس بفرق. اول حاجة، ما تصدقش مخك وهو في الذروة. اول ما القلق يعلى اعرف ان مخك بيكذب، مش بيكذب متعمد، بس لانه فاكر انك في خطر. وده اسمه fight or flight response. اسأل نفسك، هو ده خطر حقيقي ولا انذار كاذب؟ تاني حاجة، بدل ما تحاول تسيطر على حياتك كلها، سيطر على الدايرة الصغيرة. اكبر سبب بيخلي جين زي ينهار مش التعب، انه حاسس ان مفيش حاجة في ايده. فجرب معايا تمرين بسيط جدا. اسأل نفسك دلوقتي، ايه الحاجة اللي اقدر اعملها النهاردة؟ رسالة واحدة، خطوة واحدة، قرار صغير. مش لازم تغير حياتك كلها، بس لازم ترجع الاحساس انك موجود. وده اساسي في العلاج المعرفي السلوكي CBT. تالت حاجة، اطلب دعم قبل ما تنهار. القوة مش انك تقف لوحدك، القوة انك تقول انا محتاج مساعدة. فلو انت من جين زي وحاسس انك تايه، ده مش عشان انت مدلل، ده عشان انت بتحاول تعيش في زمن صوته عالي قوي. وصدقني انت مش ضايع، انت بس محتاج تهدي الانذار وتبدأ خطوة. اكتب لي في الكومنت بدأت الخطوة.